أهلا بكم متابعي قناة ملوك الحمام. رجعنا لكم في فيديو جديد وفيديو مهم جدا، وهو كيف نفرق بين الذكر والأنثى في الحمام. طبعا التفريق بين الذكر والأنثى في الحمام ممكن أن نفرق بين الذكر والأنثى في الحمام من عدة طرق. والأشخاص المحترفين في تربية الحمام ممكن أن يعرف أن يفرق بين الذكر والأنثى من نظرة، يعني سبحان الله، من نظرة واحدة ممكن أن يفرق بين الذكر والأنثى. ولكن الأشخاص المبتدئين في التفريق بين الذكر والحمام اليوم في هذا المقطع سوف نشرح لكم الطريقة أو عدة صفات موجودة في الحمام ممكن أن نفرق بها بين الذكر والأنثى. أولا الشكل. عندنا الحجم. لاحظوا الفرق بين الذكر والأنثى في الحجم. الذكر يكون أكبر حجم من الأنثى. لاحظوا مثلا عندنا هذه الأنثى، هذه أنثى، وهذا ذكر اللي جنبها. لاحظوا الفرق في الحجم، أن حجم الذكر أكبر من حجم الأنثى. وأيضا لاحظوا عندنا هذه الأنثى، هذا الذكر، هذا ذكر، تمام، هذا ذكر. لاحظوا من الشكل، هذا ذكر وهذه أنثى. لاحظوا الأنثى يكون حجمها أصغر من حجم الذكر. هذا في الحجم. وعندنا أيضا الرأس. شكل الرأس، الذكر يكون رأسه أكبر. لاحظوا الذكر رأسه أكبر من رأس الأنثى، يعني رأس الأنثى يكون مطولل طويل، ورأس الذكر يكون مستدير وحجمه أكبر. وأيضا ممكن أن نعرف أيضا الذكر من خلال الريش الموجود في الرقبة. لاحظوا أن الذكر يكون دائما نافش الصدر، والريش في الرقبة يكون غزير ومنفوش بعكس الأنثى. لاحظوا عندنا هذه الأنثى، أكبر مثال، هذا الذكر وهذه أنثى. لاحظوا الفرق أولا في الحجم، وأيضا في الرأس، وأيضا في الريش في الرقبة. وأيضا يوجد علامة في الذيل. نلاحظ أن ذيل الأنثى يكون مضموم، بعكس ذيل الذكر يكون مفروش، يعني مفتوح، يعني خاصة عندما يبدأ يغرد ويلاحق الأنثى نلاحظ أن الذكر يفتح الذيل. لاحظوا عندنا هذا الذكر كيف، لاحظوا الصدر، ولاحظوا أيضا الرقبة والرأس. وأيضا من السلوكيات المهمة هو الصوت. لاحظوا أن الذكر دائما يغرد دائما بعكس الأنثى ممكن أن تغرد في بعض الحالات، والذكر يغرد دائما، وخاصة عندما يلاحق الأنثى. وأيضا عند دخول العش، لاحظوا عندنا ذكر وأنثى داخل العش. لو لاحظنا وركزنا شوفوا الذكر، هذا الذكر، أيوه اللي خرج هذا هو الذكر، لاحظوا من حجمه. والأنثى اللي داخل العش من حجمها نلاحظ أنها نفس مواصفات هذه الأنثى هذه. وأيضا يوجد علامات سوف نشرح لكم الآن إن شاء الله، هو الحوض. الآن نحاول نمسك أنثى ونشرح عليها، وأيضا نمسك ذكر وأيضا نشرح عليه، وهو الحوض، اتساع الحوض. نلاحظ أن الأنثى يكون عندها الحوض، أو عظم الحوض يكون أوسع من حوض الأنثى. لاحظوا الذكر معروف، يعني لو يوجد شخص محترف أو شخص في بداية الاحتراف ممكن أن يميز مباشرة. لاحظوا الفرق بين الذكر والأنثى. الذكر يبدأ يغرد ويتحرك بشكل يعني مستمر، الأنثى تكون ثابتة.
طبعا الأنثى لا تصدر صوت إلا في بعض الأحيان، يعني يكون عندها صوت خفيف. الآن سوف نشرح لكم الفرق بين الذكر والأنثى من ناحية الحوض. وأيضا عندنا لاحظوا هذا الذكر والأنثى في الموجودين داخل العش، لاحظوا الفرق واضح جدا. الذكر هذا هو الذكر البني، لاحظوا الصدر منتفخ والرأس كبير شوية. الأنثى لاحظوا أصغر حجما والصدر غير منتفخ والرأس كما تلاحظون صغير أصغر، يعني من النظر. فبمجرد تربية الحمام لفترة ممكن أن يتعلم المربي مباشرة طريقة التفريق بين الذكر والأنثى. وأيضا لاحظوا هذا الذكر والأنثى، الأسود ذكر، الأبيض أنثى. لاحظوا من خلال الحجم ومن خلال المواصفات التي ذكرناها. الآن سوف نشرح لكم الفرق بين الذكر والأنثى في الحمام من ناحية الجسد أو من الحوض. نلاحظ أن الذكر لو حطيت صباعك هنا، الذكر يكون الفرق أو المسافة بين عظمي الحوض يكون ضيقة، بعكس الأنثى. سبحان الله، يعني طبعا هذه الصفة موجودة في الكثير من الطيور. لاحظوا الفرق يعني واضح، لو حطيت صباعك هنا تلاحظ الفرق مباشرة. طبعا هذا الذكر، لاحظوا رأس الذكر، لاحظوا صدر الذكر. وهذه الأنثى، لاحظوا الفرق بين الذكر والأنثى كما ذكرنا لكم. عظمة الحوض، هذه الأنثى المسافة بين عظمي الحوض تكون أوسع، يعني أكبر. سبحان الله، هذا لأن الأنثى يعني تحمل البيض في بطنها، ضروري يكون عندها مسافة في البطن. لاحظوا هذه الأنثى، هذا الرأس صغير، الصدر صغير، الأنثى أصلا حجمها صغير بعكس الذكر. سبحان الله. هذا، ونتمنى لكم الفائدة، وإلى اللقاء في مقطع قادم إن شاء الله.